الا مازال ما جربتي لي سباغيتي بهذه الطريقه فراه فاتك بزاف. غادا نشارك معكم لا غوسيت ديالي بور سباغيتي اللي كنزيد فيها واحد المكونات بسيطه اللي كتبدل المعادله وكتعطيها واحد المذاق زوين وغي كونفورطون بزاف. المقادير اللي غنشارك معكم ديال لاصوص استعملوهم بور 250 غرام ديال سباغيتي غتسلقوها بالطريقه العاديه اللي كتكون مكتوبه في الغلاف ديالها. بالنسبه للصلصه غادي نحتاجوا واحد المقيله اللي غادي نديروا فيها زيت الزيتون. من بعد غادي نزيدوا واحد 4 دراسات ديال الثومه. ابري زيدوا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده. انا زيت هنا لوغي اللي هو لو بور كلاريفي. تقدروا تستعملوا الزبده العاديه. الزبده الدور ديالها هنا هي كتخلي لنا لاصوص كتكون تري دوس وغي كونفورطون، وفي نفس الوقت هاد لاصوص كتلصق على لي بات وما كتبقاش داك لي بات هكا بيضين ولا صوص بعيده عليهم. كتمتزج مع مطيشه مزيان، كتغلف لينا لي بات مزيان وكيجي المذاق كونسونطري كل دغمه كتاكلوها. زدت شويه من الماء ديال لي بات اللي كيكون مشبع بالنشا باش كيلي لينا كلشي. من بعد تزيدوا واحد 4 ديال المعالق ديال الكونسونطري الطوماط اللي هو مطيشه ديال الحك. تقدروا تستعملوا لا صوص طوماط اللي كتكون واجده، ولكن مطيشه ديال الحك كتجي واعره في هاد لاغوسيت. هنا اوبسيونيل تقدروا تزيدوا مطيشه طريه. انا هنا زدت لي طوماط سوريز اللي كنخليهم شويه حتى كيطيبوا، من بعد كنمعسهم باش كيخرجوا ديك لاصوص اللي لداخل. تقدروا تستعملوا حتى مطيشه العاديه تقطعوها طريفات ولا مكعبات وتزيدوها حتى هي كتجي واعره بزاف. من بعد لي زيبيس اللي غتزيدوا في هاد لاصوص هما الملحه والبزار فقط، ما محتاجين حتى شي حاجه اخرى. البزار ديروه زايد شي شويه وغادي تعرفوا علاش هاد الخطوه هادي باش غادي تذوقوها. لاصوص ديالنا راها واجده، بقى علينا دابا غير نزيدوا عليها لي بات اللي ديجا سلقناهم وقطرناهم. من الاحسن ما يكونوش لي سباغيتي ديالكم معجنين، خليهم شويه شادين راسهم. اي بور فينير كنزيد شويه ديال الربيع اللي هو القزبر المعدنوس او المعدنوس. كنخلط داكشي كامل. لو بلا ديالنا مازال له ايطاب وحده باش يكون بيرفكت. ما تسولونيش علاش كيفاش، ولكن هادشي اللي غنقول لكم ديروا كيبدل المذاق 180 درجه. تو سامبلومون طفيو البوطه، غطيو السباغيتي وخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق، عاد سيرفيوها وكلوها. نتمنى هاد لي سباغيتي بالطريقه ديالي يعجبوكم كما كيعجبونا حنا في الدار وكيعجبوا اي واحد كيذوقهم عندنا. ما تردوش تجربوهم، راه ساهلين بزاف. اهم حاجه بنان. انا بالنسبه ليا ديما كنطيبهم بالعشق، ماشي كنجي نطيبهم غير باش ناكلوا، انما كنعشق هذا لو بلا هذا بالصحه والراحه. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. ايوا ما تبخلوش عليا، خليو لي واحد لايك وان كومونتير. نعول عليكم. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.